ولكن عندما تتحدث عن الكرة العراقية في شيء غير، في شيء يتعلق في كرة القدم ويتعلق بالكبرياء. يتعاملون مع كرة القدم بأنها جزء منهم، وكبرياء كبير لدى الكرة العراقية والدوري العراقي. كرة تلعب حسين علي، حسين علي بيحاول، حسين علي بيمر، حسين علي خطير بيسدد. الله 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 الله، عجيبة عجيبة، ايش قد لك قصة ولك الروح. احبك حتى لا تقل لي ولك الروح. تدري انت شنو بجسمي ولك روح. روح انت، وانت الروح فيه، انت الروح فيه وبالجماهير المتواجدة في المدرجات. يا الله شو اللي قاعد يصير. 7 دقائق اولى نار، بركان، جحيم، ومن باستطاعته ومن بامكانه ايقاف هذا اللاعب القصير المكير الخطير الرائع من خارج منطقة الجزاء. الله 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 الله، متعني متعني يا دوري يا عراق. يا اخي وشو هذا؟ فهمني، علمني، ما هذا الرعب، ما هذا الجنون الذي يحصل في المستطيل الاخضر. يا الله، 7 دقائق اولى وهدف، والدنيا انقلبت فوق تحت. يا اخي انت بتتكلم بتقول لي هو الديربي الفلاني ولا كلاسيكو الفلاني. حسين علي صاحب الهدف الاول والوحيد الى الان. كرة بتلعب لامام، خطيره ولكن طالت على حمادي. حمادي لا، حمادي راح، وما طالب يحاول، وما طالب بيلعب كوره، ومطالب بركله جزاء، مطالب بركله جزاء. نعم 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 نعم، ركله جزاء، ركله جزاء لصالح نادي القوة الجوية. الله ياهي بتولع المباراة. حمادي أحمد، وللحظة ظننت أن حمادي غير قادر، ولكن حمادي أحمد يحصل على ركلة جزاء. حمادي أحمد يحصل على ركلة جزاء من أمام زميله وصديقه وشقيقه في المنتخب العراقي الحارس جلال حسن. أيوب يوديشو يعترض، أيوب يوديشو غير راضي، ولكن ركلة جزاء في الدقيقة 20. ركلة جزاء في الدقيقة 20 والمباراة راح تشتعل. وأنا كل هدف راح أشعر لهذا الجمهور ولهذه المباراة، وراح أعلق بكل ما أوتيت من قوة لهذه المباراة التي المتخصص هل يضع الكرة في شباك نادي الزوراء ويعيد التعادل والأجواء التعادلية في أرضية الملعب؟ ركلة جزاء حمادي أحمد أم جلال حسن؟ حمادي من ركلة الجزاء، هل يسجل؟ هل يسجل؟ يا ماخذني وجايبني مع الماي، انت اللي مع الشك صاير مع الماي. تعال جمع ألم قلبك مع الماي، اطيب انت ويصير الألم بيه، يصير الألم بيه يا حمادي، والآلام تصبح في المدرجات. وحمادي دائما وابدا هو من يتخصص في اسعاد تلك الجماهير، سواء من نقطة الجزاء سواء من خارج منطقة الجزاء. هو المتخصص، هو المتخصص. شوف عطني هدوءك، عطني هدوءك وقطني اي، عطني هدوء حمادي احمد وقطني اي مكان. المتخصص برسم الابتسامة والبسمة والسعادة في وجوه جماهير نادي القوة الجوية. اللاعب الأول والاسم الأول الذي ينسب له بطولتي كأس الاتحاد الآسيوي، الكابتن القائد للكتيبة الزرقاء وللمنتخب العراقي أيضا، أحد لاعبين وأبرز اللاعبين في قيادة خط هجوم المنتخب العراقي. الله الله الله،
صالح سدير، كرة تلعب، جول! يا إلهي، القوة الجوية يقلب النتيجة رأسا على عقل، وتشتعل المباراة، ويأخذ كل ذي حق حقه. القوة الجوية في قيادة هذا المدرب وهذه الأسطورة. الله 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 الله، شو اللي قاعد يصير؟ شو اللي قاعد يصير؟ شوف عطني عاد صالح سدير والعرضية المثالية التي غلطت الجميع، ومن ضمنهم دفاع نادي الزوراء ليتقدم الجوية